أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات بودكاست مودة ورحمة. اليوم سنتحدث عن موضوع يلمس كل بيت، وهو فن التعامل بين الزوجين. معي اليوم شريكي عبد الرحمن. أهلا بك. أهلا بك يا رباب، وأهلا بكل من يسمعنا. في الحقيقة الكثير من الناس يعتقدون أن الزواج مجرد مشاعر، لكنه في الواقع مهارة تبنى بالتعلم والصبر. نقطة رائعة. دعنا نبدأ بأول أساس في هذا الفن، وهو التقدير. كيف يمكن لكلمة شكرا بسيطة أن تغير مسار يوم كامل بين الزوجين؟ التقدير هو الوقود الذي يحرك العلاقة. عندما يشعر الطرف الآخر أن مجهوده مهما كان صغيرا هو محل احترام، فإنه يعطي أكثر وبحب أكبر. فعلا يا عبد الرحمن، التقدير يفتح القلوب. لكن ماذا عن وقت الخلاف؟ هنا تظهر المهارة الحقيقية. كيف نتحاور دون أن يتحول النقاش إلى معركة؟ سؤال جوهري. السر يكمن في الإنصات قبل الرد. غالبا ما نسمع لنرد وليس لنفهم. فن التعامل يقتضي أن أسمع وجهة نظرك كاملة وأحاول استيعاب شعورك قبل أن أدافع عن رأيي. صحيح، واستخدام جملة أنا أشعر بدلاً من أنت فعلت يقلل من الحالة الدفاعية لدى الطرف الآخر. فبدل القول أنت تتجاهلني، يمكن القول أنا أشعر بالوحدة عندما لا نتحدث. بالضبط يا رباب، وهذا يحول المواجهة من أنا ضدك إلى نحن ضد المشكلة. فعلا كلام سليم يا عبد الرحمن. دعنا الآن ننتقل إلى نقطة يغفل عنها الكثيرون، وهي المساحة الشخصية. هل تعتقد يا عبد الرحمن أن الزواج، القرب الدائم بين الزوجين، هو دليل صحة العلاقة؟ في الحقيقة الزواج يشبه تلاحم اليدين. إذا ضغطت بشدة ستتعب اليدان، وإذا تركت مسافة بسيطة ستتحركان بحرية. المساحة الشخصية ليست ابتعاداً، بل هي وقت يحتاجه كل طرف ليمارس هواياته أو يختلي بنفسه، ليعود بعد ذلك إلى شريكه بطاقة وحب متجدد. كلام سليم. فالاستقلال العاطفي البسيط يجعل اللقاء أكثر اشتياقاً. وفي ختام حلقتنا نجد أن فن التعامل ليس سحراً، بل هو مزيج من الكلمة الطيبة والاحتواء وقت الغضب، وترك مساحة للنمو الفردي. نعم، الزواج رحلة مستمرة من الصبر والمودة. وفي الختام أشكركم على حسن استماعكم، ونتمنى لكل زوجين حياة مليئة بالتفاهم والسكينة. إلى اللقاء في حلقة قادمة.